بتعمل ايه يا كوتش؟ بلعب. طب ولما انت بتلعب تراي ليه تقدر كتفك التقديره دي وتحمل عليه، وليه كمان القطنيه عندك تبقى بالشكل ده وانت اصلا العضله المستهدفه عندك تراي؟ يعني ايه السبب؟ سيب الوزن، شوف سيب الوزن. حلو. شو انت كنت بتلعبه ازاي؟ هات عدتين هنا كده، هو نفس العضله المستهدفه اللي انت بتعملها هنا هي هنا، مفيش اي حاجه جديده، صح كده؟ صح. يبقى لما تكون عايز تلعب تراي بلاش انك انت تلعب التمرين ده، علشان الجاذبيه بتاعه الوزن او المقاومه العكسيه بتحمل بشكل كبير جدا، او الارتكاز هنا حرفيا انت لو شايل الوزن اكتر حاجه هيتاذى معاك هو ده. في نفس الوقت العضله اللي انت هتلعبها اصلا ممكن تلعبها بشكل سهل جدا في تراي مسطره 8. بس خد السهله دايما، ما تاخدش الصعبه، يعني ما تشوفش انت جايب التمرين ده منين. من على النت. هي الفكره كلها انت خد المناسب ليك، مش اي تمرين تشوفه تقلده وخلاص. يلا بينا.